السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل معاكم وصفة صينية البطاطس بالفراخ في الفرن بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، وبطريقة سهلة جدا واقتصادية ومقادير متوفرة عندك في البيت، لان سهل جدا انك تعملي صينية البطاطس بالطريقة المعتادة. لكن الجديد النهاردة ان انا هزود لها شوية اضافات وشوية بهارات، هم دول اللي هيفرقوا معانا في الطعم وفي الشكل، وهيطلبوها منك في البيت مرة واتنين وتلاتة، ومش هتتكلفي وقت كتير ولا مجهود ولا هتستخدمي ادوات كتيرة في المطبخ، لان كل ده هيتحط في حاجة واحدة اللي هي الصينية اللي هتدخليها الفرن. يلا بينا نبدأ عشان مطولش عليكم الفيديو ونقول بسم الله. انا مقطعة هنا الفلفل الكوبي شرايح صغيرة، والبصل والبطاطس، وجايبة الفرخة طبعا منضفاها جدا، ووريتكم ازاي قبل كده الفراخ انا بنضفها وبفصل الجلد عن اللحم علشان اشيل كل طبعا ايه الدهون اللي ما بين اللحم والجلد. حطيت البصل دول حبتين من البصل وحبتين من الفلفل الكوبي، وعليهم كمان فلفل حامي بس واحد بس. حطيت معلقة من الملح ومعلقة من الفلفل ومعلقة صغيرة من بهارات الفراخ لازم تكون موجودة عندك في البيت، ومعلقة صغيرة من البابريكا، هي دي بقى اللي هتفرق معانا في الطعم وتودينا في حتة تانية خالص. قلبت بقى طبعا كل التتبيله دي مع بعض. قبل ما احط البطاطس بجيب الفراخ، اعمل ايه بقى؟ احط الفراخ في التتبيله والخضار ده كله، وابتدي بقى يعني اشرب الفراخ من البصل والفلفل والملح والبهارات، بحيث طبعا ان الفراخ تاخد الطعم ايه الحلو. واضفت بقى ايه للفراخ شويه من التتبيله دي والخضار ما بين ايه الجلد واللحم، بحيث برضو طبعا ايه ان هي تتبل كويس وتطلع بطعم ايه حلو. زي ما انتوا شايفين كده حطيت شوية من البصل والفلفل ما بين ايه الجلد واللحم. بعد كده بقى جبت البطاطس وقلبتها نفس الحكاية في الخضار اللي احنا حاطينه ده، قلبتها كويس جدا برضو علشان طبعا البطاطس تشرب من نفس المقادير اللي احنا حطيناها ومن نفس التوابل اللي احنا حطيناها عشان تديني الطعم ايه الحلو. بس كده، انا مش عايزة اكتر من كده. هجيب بقى الصينية بتاعتي اكون دهنها كويس زبدة. تمام، انا استخدمت صينية تيفال، بس برضو اكون دهنها كويس زبدة عشان برضو الزبدة هتديني طعم احلى. وابتدي ارص ايه البطاطس بشكل ايه كويس كده، يعني ما احطش الايه البطاطس كلها بشكل عشوائي، لا رصيها، مش هتاخد منك وقت ولا مجهود عشان برضو ايه يبقى الشكل العام ايه حلو. وانت بتغرفيها تقدري ايه تغرفيها بشكل حلو كمان، وتطلع معاكي بطاطسية ايه صحيحة. تمام. طبعا بحط طبقة من البطاطس واحط شوية من الخضار، طبقة من البطاطس وشوية من الايه من الخضار. في الوقت ده طبعا انا كنت عصرة طماطم، جايبة نص كيلو طماطم وعصراهم في الخلاط. قبل ما احط الفراخ هكون طبعا ضايفة ايه عصير الطماطم. تمام. واكون طبعا ايه انا بعد ما رصيت سبت شوية من الخضار والتتبيلة اللي انا عملتها عشان دي هضيفها في الاخر على الفراخ. جبت عصير الطماطم وطبعا حطيته على البطاطس والخضار، وبعد كده بقى حطيت الفراخ ايه على الوش. كلي احلى صينية بطاطس بجد، مش هتندمي. جربيها، وهتجربيها مرة واتنين وتلاتة وهتطلبوها منك في البيت. خلاص بقى كده انا حطيت الفراخ، جبت بقى شوية التتبيلة اللي انا سبتهم والخضار والفلفل والبصل، زودتهم ايه على الوش. يبقى كده الفراخ بتاعتنا اخدت من التتبيله في اللحم اللي هو ما بين اللحم وما بين الجلد، واخدت من التتبيله ايه من فوق كمان. تمام. اخر حاجه بقى انا كنت سايبه شويه من عصير الطماطم، زودتهم برضو شويه كده على الفراخ عشان برضو تديني اللون ايه المحمر في الفرن، وتديني القرمشه الحلوه للايه للجلد. طبعا انا كده خلصت. هزود بقى في الاخر شويه من البابريكا، تمام بسيط قوي، يعني شويه من البابريكا برضو عشان تديني اللون الحلو ده والطعم الحلو. واخر حاجه بقى لازم تضيفيها في اي صينيه بطاطس هتعمليها في الفرن، لازم تحطي سمنه او زبده، معلقه بقى من السمنه كده، وايه وتبتدي ترشرشيها على الفراخ وعلى الايه وعلى الخضار ده كله.
كلي بقى احلى صينيه بطاطس. هتدخليها الفرن على درجه حراره 180. هتزودي شويه ميه، يعني حوالي نص كوبايه ميه على الخليط ده كله، بحيث ان هي ايه ما تلزقش معاكي وتستوي على مهلها. وكانت بالشكل الجميل ده بعد ما استوت. بصي الجمال والحلاوه، بصي القرمشه، بصي الشكل الحلو. بجد طعمها كان جميل جدا، والبهارات اللي احنا حطيناها ادتني طعم احلى في الاكل. انا بقى هنا كنت مجهزه طبعا ايه رز مبهر. وطريقه الرز المبهر انا عملتها معاكم قبل كده، هسيب لكم مع الفراخ المشويه، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. حطيت الرز المبهر وابتديت بقى ايه اغرف. بصوا شكل الفراخ، بصوا يعني انا ما استنيتش عليها حتى تبرد. انا قلت بقى ايه يعني اغرف كده، لان الريحه بصراحه قلبت البيت كله، وكل اللي في البيت بقوا جعانين وعايزين ناكل خلاص، احنا مش قادرين نستنى. وطبعا الاكل لما بيتاكل سخن بيبقى احلى بصراحه. انا عامه بحب الاكل بيبقى يعني سخن، بيبقى ليه طعم احلى. تمام. خصوصا ان احنا كمان داخلين على الشتاء، هيبقى ليه مذاق احلى. ابتديت بقى اغرف مع الرز المبهر. في عندي بقى في البيت طلبوا ايه رز ابيض، يعني هم ما حبوش ان هم ياكلوا الرز المبهر مع البطاطس، هم معتادين ان هم ياكلوا الرز الابيض. فجهزت برضو الرز الابيض، وده سهل يعني ان انتوا تعملوه، مفيهوش اي مشكله يعني. بس اهم حاجه وانتي بتحطي الرز، بتحطي مقدار الرز هو مقدار الميه. يعني لو هتحطي مع كوبايه رز، هتحطي عليها كوبايه ميه، ما تزوديش في الميه عشان الرز ايه ما يعجنش منك. ابتديت اغرف بقى على الرز الابيض برضو نفس الحكايه، قطعه من الفراخ. وزودت طبعا البطاطس عشان اللي ياكل طبعا ياكل البطاطس بالفراخ بالرز. طبعا وجبه جميله جدا وسهله واقتصاديه، وبجد يعني الاضافات اللي انا عملتها البسيطه دي غيرت من طعم البطاطس وغيرت من طعم الفراخ. وكفايه ان الفراخ بالتتبيله بتاعتها كمان كل الصوص بتاعها نزل على البطاطس، فادتني طعم احلى. يعني انا ما حسيتش ان انا باكل بطاطس عاديه، لا انا حسيت ان انا باكل بطاطس مبهره. بطاطس بطعم الفراخ جميله جدا والله، جربيها ومش هتندمي. وولادك هيطلبوها منك مره واتنين وتلاته. ويا رب تكون الوصفه اللي انا قدمتها النهارده عجبتكم. يا ريت بقى ما تنسوناش من اللايك والشير والتعليقات الحلوه الايجابيه اللي بتشجعني ان انا اقدم لكم وصفات احلى واحلى وجديده. وان شاء الله باذن الله الايام اللي جايه في وصفات مختلفه. ويا ريت بقى اللي لسه اول مره يشوفني مش متابعني، يشترك في القناه ويفعل زر الجرس، ويتفرج على كل وصفات الحاجه ام محمد الجميله السهله البسيطه، اللي هي هدفها ان هي تعلمكم الاكل بطريقه بسيطه جدا واقتصاديه، عشان ما تكلفيش نفسك كتير، وعشان توفري معاكي في مصروف البيت، وتوفري في وقتك، عشان وقتك ده اكيد انت محتاجاه لاولادك او محتاجاه لاهل بيتك. وما تقفيش كتير في المطبخ، وما تزهقيش من وصفات الاكل، تحسي ان انتي بتعملي وصفة سريعة وبسيطة، وتتشجعي اكتر وتعملي حاجات جديدة وتبدعي في المطبخ. اشوفكم على خير في وصفة جديدة من وصفات مطبخ العروسة الموفر.